السلام عليكم، الاخبار يا شباب عاملين ايه؟ وخلينا نناقش وندردش كده شويه في فيديو جديد. في الحقيقه بتجيني اسئله كتير عن موضوع الايفونات اليوزد او الايفونات المستعمله، والحاجات بالاخص كده اللي هي الحاجات اللي بقى لها 7 سنين 8 سنين، الحاجات القديمه اللي يعني زي ما بيقولوا كده ايه، عاف عليها الزمن. وانا دايما رايي بيكون في النقطه دي، لو انت عايز تشتري ايفون لازم تاخد حاجه كويسه او تاخد حاجه حديثه عشان ما ينقلكش تجربه سيئه وتحس ان كل الايفونات سيئه جدا وحشه وبتقدم لك تجربه ياي ومش عارف ايه وبتاع. فيعني دايما كان رأيي في الموضوع ده ان لو انت حابب تشتري ايفون اكيد لازم تروح حاجة تكون حديثة نوعا ما. مش بقولك يعني ان انت تجيب حاجة يعني خرافية، لكن بقولك حاجة تكون جديدة نوعا ما. طب تعمل ايه بقى لو غصب عنك وانت محتاج تشتري ايفون بسعر قليل جدا، او حتى لو مش محتاج تشتري ايفون، لو انت عايز تشتري موبايل عادي لكن يعني محدود بسعر معين، تعمل ايه في الوقت ده؟ وبالاخص انا بتكلم هنا في حدود 3000 جنيه 3500 جنيه، في الحدود دي. لو انت حابب تشتري موبايل يكون كويس تعمل ايه وانت عارف انك لو رحت تشتري موبايل اندرويد في الفئة دي هتاخد حاجة سيئة تماما تماما؟ وقلت نضرب عصفورين بحجر واحد، وفي الفيديو ده اتناقش معاك ليه لو انت حابب تشتري ايفون 7 في 2023 ايفون 7 مستعمل، يعني انا معاك في النقطة دي لو انت حابب تشتريه، وليه برضو يعني ايه ممكن ارشح لك الموبايل ده انك تشتريه لثلاث نقاط بس. لو الثلاث نقط دول انت محتاجهم اكيد اشتريه، لو انت مش محتاج الثلاث نقط دول روح لاي موبايل اندرويد حتى لو كان سيء. هيطلع ناس طبعا دلوقتي ايه يا عم ايفون 7 ده من بقاله مش عارف 200 مليون سنه ومش عارف ايه وبتاع، ازاي اشتري موبايل زي ده موبايل يا عم قد كده وموبايل بايظ وبتاع. والله يعني زي ما قلت لك الموضوع ده زي ما قلت مقتصر على 3 نقاط لو انت محتاجهم فعلا، او ال3 نقاط دول انت محتاج يكونوا في الموبايل بتاعك وقتها. يعني مستحيل اي موبايل في السعر ده يديك الثلاث مميزات دول. في فئة سعر 3000 جنيه او 3500 جنيه الايفون 7 هو افضل موبايل يديك معالج قوي، افضل موبايل يديك تجربة العاب، افضل موبايل يديك تجربة بشكل عام، وكمان افضل موبايل في التصوير سواء صور ثابتة او تصوير فيديو بالاخص. هو اقوى موبايل برضو في الصوت، يعني عندك هنا ستيريو سبيكر في الموبايل ده، والصوت هنا ممتاز جدا ونقي جدا مقارنة باي موبايل في الفئة السعرية دي. وبشكل عام يعني التنازلات اللي في الموبايل ده ممكن لو انت يعني بتفكر تشتري ممكن تمشي معاك، وشخص تاني حتى لو في مميزات ايه كده العيوب بتاعة الموبايل ده مش هتنفع تمشي معاه تماما. الايفون 7 كديزاين فهو موبايل تقدر تقول ان هو شيك، خامات بريميوم جدا. يعني الايفونات حتى لو كان من كام سنة ما زال برضو بيقدم خامات محترمة جدا، لانها في الاصل هي موبايلات فلاج شيب مش موبايلات ميد رينج او موبايلات اقتصادية والكلام ده، هي موبايلات يعني رائدة، موبايلات غالية جدا في الاساس. فيعني هتاخد خامات ممتازة، خامات من المعدن، هتاخد يعني كل حاجة هنا ممتازة جدا، وتحس ان الموبايل ده كشكل وخامات بريميوم جدا. لكن طبعا هيقابلك ان الموبايل ده حجمه صغير جدا، دي يعني برضو نقطة اختلاف، ممكن ناس تحب الموضوع ده ممكن ناس ما تحبش الموضوع ده، لكن انا شايف ان الحجم ما فيهوش مشكلة. اللي فيه مشكلة بقى هي الشاشة والحواف بتاعت الشاشة. نبدأ بقى بأول عيب قوي جدا في الموبايل ده وهو الشاشة. شاشة الموبايل ده صغيرة جدا، شاشة الموبايل ده الحواف بتاعتها كبيرة جدا، هي ممكن تمشيك وممكن تتقبلها عادي، لكنها الكواليتي بتاعتها قليله جدا، ومقارنه بالشاشات بتاع اليومين دول فهي تعتبر حجمها صغير جدا. انت سهل جدا في الفئه السعريه دي تاخد شاشه كبيره وتاخد سطوع كويس وكل الكلام ده. فالشاشه هنا يعني عيب، يعني من العيوب القويه جدا في الموبايل ده. اما تاني عيب في الموبايل ده وبالنسبه لي هو ده اقوى عيب في الموبايل، والعيب اللي مستحيل اغفر له يعني، او ممكن يغير فكرتي ان انا اشتري الموبايل ده لو انا كشخص عادي فكرت ان انا اشتري ايفون 7 في حدود سعر 3000 جنيه. لو انا معايا 3000 جنيه وحابب ان انا اشتري موبايل انا ممكن افكر في الايفون 7، لكن العيب ده بالذات ممكن يخليني افكر 1000 مرة لو حبيت ان انا اشتريه. الموبايل ده حرفيا بطاريته سيئة جدا، بطاريته يعني مش هتقعد معاك كام ساعة، بتخلص بسرعة جدا. هي اصلا في الطبيعي بتاعها في ادائها الكويس كانت بتقعد كام ساعة وبتخلص. تخيل انك هتشتري موبايل مستعمل او موبايل يوزد البطارية بتاعته هتكون قعدت فترة طويلة جدا وهتلاقي ادائها اقل جدا، فبالتالي بطارية الموبايل ده سيئة تماما. وتعمل حسابك لو انت بتفكر تشتري ايفون 7 هتشتري باور بانك معاه، ده غير انك ممكن تحتاج انك تغير البطارية اصلا، يعني ممكن تحتاج انك تغير له البطارية، لان اكيد لو بتشتري حاجة، وانا برضو بنصحك في نقطة الشراء لو انت بتفكر تشتري مستعمل حاول تاخد ايفون ما يكونش تلعب فيه، ما يكونش يعني ما يكونش تصلح فيه حاجات، ما يكونش فيه مشاكل قبل كده وتصلحت. هو ممكن تلاقي في بعض المشاكل بتحصل في الايفون 7، يعني انا بشوف كتير ناس بتتكلم عن حوار البصمة فاصلة ومش عارف ايه وبتاع، لكن دي عيوب
سوء استخدام. يعني انت ما ده مش عيب من الشركة او عيب من اي حاجة، ده عيب مستخدم. فبالتالي دور على حالة نظيفة. يعني انا مش بقول لك ما تشتريش موبايل مثلا بطاريته 100%، يعني هو اكيد ما فيش ايفون 7 بطاريته 100% ولا حتى 90 ولا الكلام ده دلوقتي يعني. بس انا بقول لك انك تاخد موبايل تكون حالته كويسة، تكون الحالة بشكل عام كويسة، وحاول ان هو ما يكونش اتفتح قبل كده. حتى لو انت هتغير له بطارية او تعمل اي حاجة، انت تبقى عارف الموبايل بتاعك حصل فيه ايه. ونيجي بقى للعيب اللي بعده وهي المساحات. يعني الايفون 7 هتلاقي المتوسط او اغلب الايفونات اللي بتتباع ايفون 7 يعني هتلاقيها 32 جيجا. يعني هتلاقي برضو يعني حاجات 128 وهتلاقي حاجات زي كده، لكن الاغلب او الفئه الكبيره اللي هتلاقيها بتتباع 32 جيجا. ودي تعتبر حاجه قليله برضو جدا اليومين دول، لكن انت ممكن تمشي نفسك بيها جدا. يعني لو انت الموبايل ده انت مش هتجيبه باقي العمر، او هتجيبه مثلا تنزل عليه حاجات كتير جدا، تطبيقات كتير جدا والكلام ده، انت اخرك هتستخدمه سوشيال ميديا، فيس، واتساب، انستجرام، ممكن بابجي موبايل ممكن تنزله عليه عادي جدا. فهيكون استخدامك يعني في المعقول جدا، مش ان انت بقى هتجيبه تنزل عليه كل التطبيقات وتنزل كل ومش عارف ايه وحاجات. لا مش هينفع معاك الكلام ده. وطبعا مش هتعرف تركب له كارت ذاكره خارجي، لانه ما بيركبلوش كارت ذاكره خارجي ولا الكلام ده. فيعني خلي بالك من النقطه دي برضو، يعني ممكن برضو دي تكون حاجه مهمه بالنسبه لك. اخر عيب معانا، وهو ممكن تقول ان هو مش عيب لانك انت عارف انت بتشتري ايه وعارف انك الفئه السعريه اللي انت بتشتري فيها ايه، هي التحديثات. يعني ايه التحديثات؟ يعني الايفون 7 خلاص الدعم بتاعه وقف من ابل. ومعنى الدعم هنا وقف مش معناه ان هو خلاص الايفون مات يعني، او ابل ما بقتش تعترف بيه. لا، هو الفكره ان هو خلاص مر عليه فتره اكتر من 5 سنين، وابل بتدعم لك الموبايل بتاعك لمده 5 سنين، فهو عدى عليه اكتر من 5 سنين، وكمان وصلوا تحديثات كتير جدا. فيعني من الاخر كده ملخصا للموضوع، لو انت بتحلم بقى بالاي او اس 17 الجديد والكلام ده، لا مش هيجي لك، انسى الكلام ده. يعني انسى الابديتس الجديده دي كلها، مش هتوصل لك. وطبعا انت يعني اكيد انت عارف الكلام ده، يعني انت مش جايب ايفون 14 برو ماكس مثلا يعني. فملخصا للكلام زي ما قلت، بالنسبه لي الايفون 7 لو انت حابب تشتريه، ولو انت بتفكر في موبايل ب 3000 3500 جنيه يديك اداء كويس، وما تحسش انك جايب زي الموبايلات بتاع الاندرويد اللي هو موبايل اندرويد بيلاج منك في الفيسبوك وحاجات زي كده، الايفون 7 بالنسبه لي موبايل ممتاز جدا. ويعني مش ممتاز جدا، يعني ممتاز جدا، بس بالنسبه لي هو موبايل يقضي الغرض جدا. ويعني على الفئه السعريه بتاعته لو انت بتفكر تشتريه في 2023 هو ما زال ممكن تشتريه. لكن بقول تاني، انا بالنسبه لي اكبر عيب في الموبايل ده، وعيب لازم تاخده في الاعتبار جدا، البطاريه ثم البطاريه ثم البطاريه. الموبايل ده بطاريته سيئه جدا. ومعنى سيئه هنا بقول لك سيئه يعني اخرها معاك ساعتين 3 ساعات بالكتير. يعني هتقول لي الدرجه دي مش عارف ايه بتاع، بطاريته يعني بتتكلم في حدود 3 ساعات 4 ساعات لو ايه يعني. لو انت استخدامك يعني لو انت استخدامك خفيف طبعا، يعني هي ممكن تطول معاك شويه، لكن ما زالت برضو ده ما يمنعش انها بطاريه سيئه يعني. ومقارنه بباقي الموبايلات الاندرويد اللي في الفئه السعريه دي، لو انت حابب الموبايل ده بقى بتسافر وبتروح مسافات طويله وحاجات زي كده، فالموبايل اندرويد طبعا هيسعفك جدا في النقطه دي. بطاريات 5000 و6000 وحاجات زي كده بتقعد فترات طويله جدا. الموبايل يكمل معاك اليوم بسهوله جدا، وممكن كمان يكمل معاك فتره اطول من يوم. باقي الحاجات اللي هي الشاشه والحاجات دي مش هتاثر معاك قوي. فيعني لو نقطه البطاريه دي تمام معاك، دور على الايفون 7 واتاكد حالته تكون كويسه. ماشي، حالته تكون كويسه عشان الناس اليومين دول موضوع النصب بقى شغال يعني. مش عارف اقول ايه الصراحه. يعني موضوع النصب في الايفونات ده بقيت اسمع فيه حاجات كتير جدا، وحصل قدامي حاجات كتير جدا. الناس فعلا ما بقاش عندها الضمير خالص. فهل الايفون 7 يستاهل الشراء في 2023؟ ايوه يستاهل الشراء في 2023. وبس دي كل حاجه في النهارده. دي كانت دردشه خفيفه كده. ما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب. لو الفيديو جاي ان شاء الله. سلام.